السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمرو مدحت ومعادنا النهاردة مع حلقة جديدة من جوه الحكاية. أولا كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب إن شاء الله. في مناسبات دايما مرتبطة بطقوس معينة، يعني مثلا في العيد أول ما نفتح التلفزيون لازم بنلاقي حاجتين: مسرحية مدرسة المشاغبين وكمان فيلم همام في أمستردام. أكيد كلنا شفنا لما يودا قال لهمام الهرم بتاعنا، فهمام رد عليه بسخرية وقال له ناقص يقول إن شبرا كمان بتاعتنا. هنا المشهد ده بيتكرر دلوقتي بس بطريقة تانية. جهزوا بقى كوباية الشاي ومعاها الكحك والبسكوت عشان في كابوس احنا بنواجهه عايزين ندور له على حل. الكابوس ده ان في مجموعة طالعة اسمها الافروسنتريك او المركزية الافريقية. دي مجموعة من الافارقة اصحاب البشرة السمراء الموجودين في امريكا. الناس دي بتتكلم بتقول ان هم اصل المصريين وهم اللي بنوا الحضارة المصرية واحنا مجرد عرب محتلين، وهم بقى عايزين يسلكونا كده من البلد عشان ياخدوها ويرجعوا تاني حضارتهم اللي احنا خدناها منهم. المجموعة دي بتعرض فكرها بأساليب كتير، بس الغريب ان المجموعة دي بتلاقي الفكرها داعمين من الشخصيات العامة زي مالكوم اكس وكيفن هارت، وكمان منصات زي نتفليكس اللي بتنتج افلام بتعبر عن فكرهم وبتساعد في التغذية البصرية والفكرية لفكرهم. بس يا ترى بقى مين هم الافروسنتريك وايه هي خطورتهم؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة من جوه الحكاية. في البداية في مقولتين مهمين جدا، لو ركزنا فيهم هنعرف حجم الكارثة اللي احنا داخلين عليها. المقولة الأولى لواحد من فلاسفة اليونان عن حرب طروادة لما قال: هزمناهم ليس حين غزوناهم ولكن حين أنسيناهم تاريخهم وحضارتهم. والكبيرة بقى مقولة كورديل هيل، ده كان وزير خارجية أمريكا من سنة 1933 لسنة 1944. الراجل ده بيقول مقولة في منتهى الخطورة، بيقول: إذا أردت أن تلغي شعبا ما تبدأ بشل ذاكرته التاريخية ثم تشوه لغته وثقافته وتجعله يتبنى ثقافة أخرى غير ثقافته، ثم تلفق له تاريخ آخر غير تاريخه وتعلمه إياه. عندئذ ينسى هذا الشعب من هو وتندثر معالم حضارته، وبالتالي ينساه العالم ويصبح مثل الأمم المنقرضة. ركزنا في كل كلمة من الكلام اللي اتقال. طب عايزين نبص على واقعنا بالظبط دلوقتي، واحنا بسم الله ما شاء الله علينا خلونا سفنجة بتشرب كل اللي بيقولوه وكمان بنردده وبنعتبره حقيقة غير قابلة للنقاش ولا الجدل. زي مثلا هم باعولنا ان احنا فراعنة، مع ان الفراعنة منسوبين لفرعون اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكروا في 74 مرة في القرآن. ال 74 مرة كان بيلعنوا فيهم. احنا النهاردة بنفتخر ان احنا فراعنة، والفرعون راح والفرعون جه، ومفيش اصلا اي دليل تاريخي ان فرعون ده مصري. واشهرهم دكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الاعلى للاثار، وكمان عالمه المصريات الفرنسيه كريستين لاروش نوبلكور اللي عملت كتاب عن رمسيس الثاني اسمه رمسيس الثاني فرعون المعجزات، اللي بتقول في المقدمه بتاعته ان في اقاويل بتقول ان رمسيس الثاني هو فرعون سيدنا موسى، ومفيش اي دليل على الكلام ده. واللي بيردد الكلام ده غالبا هم اعداء مصر اللي عايزين يشوهوا صورتها في صوره ملك عظيم حكم مصر اللي هو رمسيس الثاني. ودلوقتي بقى بيبيعوا لنا ان المصريين اصلهم الافارقه السود، هم دول اللي عملوا الحضاره المصريه وهم دول المصريين، واحنا مجرد عرب محتلين وهم مش عايزيننا، احنا نشوف لنا حته تانية وهم يرجعوا يقعدوا في بلدهم تاني. يا ترى احنا هنشتري منهم البيعه دي ولا احنا لسه مشغولين بندور على ابن جعفر العمده ومش فايقين للي بيحصل حوالينا؟ بس يا ترى مين هم الافروسنتريك؟ الافروسنتريك هم مجموعه من العبيد الافارقه اللي اتشحنوا من افريقيا لامريكا، وهناك داقوا مراره الاضطهاد من البيض بعد الحرب الاهليه الامريكيه والمفروض انتهاء العنصريه في امريكا. الناس دي حبت تعوض النقص اللي كان عندها، فبدات تدور ايه الحاجه اللي ممكن تعمل لهم قيمه ثقافيه ووجاهه قدام البيض. فبصوا ما لقوش حواليهم غير الحضارة المصرية هي اللي يقدروا يتمسحوا بيها وتكون تاريخ ليهم يفتخروا بيه ويلاقوا العالم بيحترمهم، فقرروا يكذبوا الكذبة ويهبدوا الهبدة ويصدقوها. الكلام ده كان في عشرينيات القرن الماضي. زمان كنا بنقول عيال وغلطت سيبهم يرددوا، يا عم هو حد بيدقق على الكلام؟
دلوقتي الموضوع بقى خطير جدا. الناس دي بقى فيه ليها دعم من شخصيات مؤثرة جدا بره وكمان دول كتير. اشهر رموزهم موليزي كيتي اسانتي، واللي عمل 66 كتاب. في ال 66 كتاب بيقول فيهم ان اصل كل شيء افريقي واصل كل الحضارات هم الافارقه السود. نيجي بقى للهبيد الكبير انتا ديوب، او زي ما بيقولوا عليه الشيخ انتا ديوب او الفرعون انتا ديوب. هو بقى اللي اصل عندهم ان هم اصحاب الحضاره المصريه القديمه، وهم اصل المصريين اللي دلوقتي جايين بيتكلموا عن الموضوع ده وبيقولوا احنا عرب محتلين وعايزين يمشونا ويجوا هم يستردوا ارضهم وحضارتهم تاني. وعشان هم وصلوا لمرحله من الهبد ما ينفعش السكوت عليها خالص، وشكل الاستباحه كانت مضروبه. رد عليهم ستيفن هاو استاذ تاريخ وثقافات الاستعمار في جامعه بريستل ان المصريين الموجودين دلوقتي هم احفاد المصريين القدامى. عشان الهبد عندهم ملوش حدود، قرروا في شهر 9 سنه 2022 ان هم يعملوا مؤتمر في اسوان اسمه وان افريكا ريتيرن تو ذا سورس، لكن بضغط المصريين المؤتمر ده اتلغى. بس هم ما يقسوش، فقرروا ان هم يعملوا حفله في قلب القاهره في استاد القاهره. واحد من اشهر رموزهم والداعمين ليهم كيفن هارت، لكن بضغط السوشيال ميديا المصريه اتلغت الحفله قبل ميعادها ب 36 ساعه. واحدث حاجه الدعم اللي هم واخدينه من منصه نتفليكس اللي عملت فيلم عن كليوباترا وصورت كليوباترا والمصريين ان هم من الافارقه السود. كل ده تغذية بصرية وفكرية لفكرهم علشان الناس تشوف ان ده الطبيعي وده العادي. ما هو ده اصل المصريين من التغذية البصرية والفكرية اللي واخدينها من هوليود. اصلا كليوباترا مش مصرية، كليوباترا هي بنت الملك بطليموس ال 12، وده واحد من حكام أسرة البطالمة اللي أسسها في مصر الملك بطليموس الأول، وده كان واحد من قادة الإسكندر الأكبر واللي دخل معاه مصر. فكليوباترا أصلا مش مصرية ولا من إفريقيا. كليوباترا من اليونان. غريب في الموضوع كمية الدعم الكبير والرهيب اللي بياخدوه من شخصيات كتيرة وكمان دول كتير. يا ترى هل ده فصل من فصول مسرحية دولة العصابات من النيل للفرات ودي حيلتهم الجديدة للسيطرة على المنطقة؟ ده اللي احنا هنعرفه الفترة الجاية. بس يا ترى احنا هنفضل ساكتين على الهبد اللي بيحصل ده؟ وهنا بيبان الفرق بين الملامح المصرية والملامح الإفريقية. القصة مش في لون البشرة، المصريين دلوقتي هم المصريين زمان كان بشرتهم لونها مختلف، لكن الملامح مختلفة تماما عن الملامح الإفريقية. احنا لو عرفنا تاريخنا بجد هنوصل للعظمة اللي المفروض نكون فيها، ومفيش حد هيعرف يضحك علينا. وبكده تكون خلصت حلقتنا، بس لسه ما خلصتش حكايتنا. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقة لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد. ولكل حكاية سر هنعرف تفاصيله في حلقة جديدة من جوه الحكاية.